السلام عليكم حبايبي، وين ما كنتوا. اليوم حابة أسولف لكم عن بعض الأشياء اللي صارت وياي. هنا أنا سويت أطباق للثواب، ثواب الإمام الحسين عليه السلام. سويت طبقين من المبروشة الدبس. طبعا راح أروح بيت صديقتي، راح أشاركهم مقتل الإمام الحسين والثواب راح يطبخونه، فدعوني وحبيت أنه ألبي دعوتهم، فأخذت هاي الأطباق الحلوة للثواب ورحت. هنا سويت طبقة المبروشة بالدبس، وهنا سويت طبق ثاني حلو اللي نزلته بقناتي. طبعا راح أروح أشارككم الأجواء اللي بالغربة، حتى أقولكم إنه ماكو فرق بين المذاهب، فحبيت أروح. بس راح أسهر وياهم تقريبا لل11:30 أو 12. هم راح يبقون طبعا للصبح يطبخون القيمة والتمن. وهنا أنا كملت الأطباق مالتي الحلوة، هاي طبقين تقريبا كملوا، وراح أسلفنها وأخذها وياي وأوديها حتى أشاركهم مصاب الحسين. هنا أنا طبعا سويت هنا الأطباق حتى نخليها وياهم، لأن حتسوي هي عشاء، تعرفون أجواء وللصبح، فأكيد عشاء وحلويات يردون، فحبيت أساعدها بهذا الطبقين الحلو. إن شاء الله راح أنزله بقناتي عن قريب. هاي المبروشة الدبس هنا كملت. هذا الطبق الثاني هم نزلته بقناتي موجود. كملوا أطباق الحلوة. وهنا توكلنا على الله. طبعا أخذني ابني قال لي يلا ماما خلو أوديك، أنا راح أتأخر عندهم ويرجعون علي هم بالليل. حبايبي هاي الأجواء حلوة بالغربة، يعني صحيح احنا مثل ما أقول بعيدين عن أهلنا، بس هنا الأجواء كل شي موجود. العيد يسوون، نسوي الثوابات، نسوي المقتل يسوون مال الحسين. وهنا صديقاتي بدأوا يدقون بالحمص واللحم، وأنا قلت لهم تعالوا راح أنا شوي أصوركم، وأخذت إذن من عندهم طبعا. وهنا أنا بدت الأجواء وبدأ الطبخ. حبايب قلبي ماكو فرق بين المذاهب، حبيت إنه أزور صديقاتي وأشاركهم بهذا اليوم العظيم. هاي هنا نتعشينا، خلينا عشاء وقعدنا ناكل بعد ما تعبوا الجماعة، وتعبت وياهم طبعا طبخت. وهنا ثاني يوم الصبح خطية جابت لي إلي والصديقاتي، دزت لي هاي العلاليق وكاتبة الأسماء. إن شاء الله ثواب الواصل يا ربي. وحبايب قلبي حبيت أقولكم إنه ماكو فرق بين المذاهب. هاي القيمة تخبل سووها بالزردة، والتمن الأبيض بالزعفران. عاشت إيدكم وثواب الواصل إن شاء الله يا ربي. شوفوا إيش قد دزولي كومة إلي وصديقاتي. حبايبي لا تنسوا الاشتراك واللايك. مع السلامة.